هنعمل النهاردة مشروب شتوي رائع محبب للكل، وهو الحلبسة أو حمص الشام بطريقة بسيطة. مشروب مفيد مغذي مشبع، فيه فوائد كتير، بيشيل نزلات البرد عشان بيحتوي على الليمون والكمون. جبت نص كيلو من الحمص، نقيته كويس، شطفته بالمية، وبعدين حطيت له مية للنقع لمدة ليلة كاملة. بعدين صفيته من مية النقع وشطفته بمية نضيفة. غليت مية على النار، هنزل فيها بالحمص بدون اي اضافات. هسيبه على نار عالية لحد ما يغلي ويطلع الريم الابيض بتاعه، اشيله وبعدين اهدي النار عليه. بعد ما غلي معانا الحمص بالشكل ده، هبدأ اشيل الريمة البيضة دي، وعشان الحمص مشطوف كويس عمل ريمة صغيرة. لازم المية اللي هيتسلق فيها الحمص تكون اعلى منه بقراطين كده لفوق. ههدي النار واسيبه يستوي لحد ما يوصل ل3/4 سوا بدون اي اضافات، وبعدين هقول لكم هنعمل فيه. بعد ما الحمص بقى معايا بالشكل ده 3/4 سوا، لسه فيه تكة بسيطة، هبدأ اخده اصفيه من المية. فيت الحمص، جبت الحلة على النار، ضفت فيها معلقتين زيت صغيرين، هنزل فيها ببصلاية متقطعة مكعبات صغيرة، معلقة ملح، ربع معلقة كمون، واقلبهم. انا مش هدبل البصلايه ولا هغير لونها، انا بس يطلع ريحتها، اشم ريحتها كده. انزل عليها بفص ثوم مفروم، ب4 طماطمات مبشورين، وهقلبهم تقليبه. هنزل عليهم بالحمص بتاعي واقلبه معاهم علشان ياخد من طعم البصل والثوم والطماطم بالشكل ده. هضيف عليه معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كمون صغيره، نص معلقه ملح صغيره، وهقلب. هخلي الحمص يتشرب من التتبيله اللي عملناها مع خلطه الخضار اللي عملناها. بعد ما غلت الخلطه كده مع الحمص بالشكل ده، وبدأت الطماطم تنزل لونها الاحمر الحلو ده، هنزل عليها بميه مغليه. احط شويه كده ميه محترمين، لان الغالبيه مننا بيحب الميه دي وطعمها بالشكل ده، واسيبها تغلي مع الحمص ويكمل الحمص تسويته. بعد ما غلي معايا الحمص بالشكل ده، هدي عليه النار واسيبه لحد ما يكمل تسويته في التتبيله الحلوه بتاعته دي. شايفين لون الميه بقى عامل ازاي؟ هضيف نص معلقه سكر صغيره عشان خاطر الطماطم. استوى معايا الحمص وبقى معايا بالشكل ده مستوي مهري على الاخر اهو. هظبط ملحه، احط له ملح وكمون كويس، الحمص بيحب الكمون. واطفي. هنعمل الدقه الحلوه للحمص بتاعنا، هنغلي ميه، هجيب فصين توم مفرومين بالشكل ده، ربع كوبايه ليمون، ربع كوبايه خل، هضيف فيها شويه بابريكا، ملح، كمون، هتغلي معايا بالشكل ده. هقسمها نصين، نص هحط فيه شطه للي يحب الشطه، ونص للي ما يحبش الشطه. هنغرف الحمص بتاعنا الجميل الروعه ده. عملنا الدقه الحمراء اللي هي بالشطه للي حابب، وعملنا الدقه البيضاء اللي من غير شطه للي ما بيحبش الشطه. هنغرف بقى الحمص بتاعنا الجميل ده، دايما بنكتر في الميه فيه، كلنا بنحب الميه بتاعته، طعمها بيبقى جميل. مشروب شتوي رائع بيحبه الجميع، بيحمي من البرد، مغذي ومشبع.